السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم أبطال. النهاردة هنحل مع بعض الجنرال اكسرسايز على الوحدة الرابعة صفحة 178 179 180 كتاب المعاصر إنجليزي أولى إعدادي. نقول بسم الله. متنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. listen and answer the question. What was يوسف excited about؟ بيقولك يوسف هنا كان متحمس بإيه؟ هتقوله he was excited about his birthday، كان متحمس لعيد ميلاده. هنا بيقول لك when did يوسف بلين ذا بارتي، يعني متى خطط يوسف للحفله؟ تقول له after school، بعد المدرسه. how many friends، كم عدد الاصدقاء did يوسف invite اللي دعاهم؟ هتقول له 8 close friend، يعني 8 اصدقاء مقربين. who asked to join the party، مين اللي طلب الانضمام للحفله؟ هتقول له 2 classmates، 2 من زمايله في الفصل. طيب هنا في اللي تشوز ذا كوريكت انسر رقم 1 هتقول له decision اللي هو القرار. اذا تشوز بيكون اختيار، you can make انت بتعمله. don't give up يعني لا تستسلم. if you don't wake up early، لو انت ما حبيتش ان انت تستيقظ بدري مبكرا you will miss the train، انت هتفقد القطار. رقم 4 you should arrive on time، يجب ان انت توصل في الميعاد. هنا في ال read and complete the text with the word in the box، اول واحدة هتقول له behave يعني يتصرف. طيب رقم 2 هتقول له responsible يعني مسؤول. طيب هنا رقم 3 هتقول له نيجاتيف يعني سلبي. رقم 4 هتقول له polite يعني مؤدب. دي صفحة 178 179. أول حاجة هنا بعد قراءة الفقرة في اللي تشوز ذا كوريكت أنسر رقم 1 هنا هتقول له براود يعني فخور. رقم 2 هتقول له polite يعني مؤدب. هنا بيقول لك عكس the opposite of the underlined word، عكس الكلمة اللي تحتها خط كلمة راضي وقح، مع عكسها ايه polite. طيب هنا رقم 1 هتقول له I think it a wise decision، أنا بعتقد إن ده قرار حكيم. I think it is a wise decision. رقم 2 هتقول له making a good decision. رقم 5 هتقول له ليلى. طيب رقم 6 هتقول له because of his radio a comment، بسبب التعليق الوقح about her photo، عن الصورة بتاعتها. في الريرايت هتقول له you should eat healthy food to feel strong، يجب عليك ان انت تاكل طعام صحي to feel strong عشان تشعر بالقوة. رقم 2 if you arrive late، لو انت وصلت متأخر you won't catch the bus، انت مش هتقدر ان انت تمسك تلحق الاتوبيس. find the mistake in the following and correct them، بيقول لك اوجد الاخطاء في الجمل الاتاليه وكمان صححها. انا عندي اول جمله هنا هتقول له you want، هتشيل دي خالص، want دي وتحط مكانها will. وbeing هنا will being healthy، هتشيل being هنا وتقول له will be، لان will be جوهر الفعل في المصدر. you should waste your time، يجب عليك ان انت تهدر وقتك، لا طبعا you shouldn't. what should I did، هتقول له هنا I do. طيب هنا في الديالوج اول واحده هتقول له happy birthday to you. رقم 2 هتقول له when is your birthday، متى بيكون عيد ميلادك. طيب رقم 3 هتقول له who will come to the party، مين اللي هيجي الحفله، من سياتي الى الحفله. دي صفحه 179. وقف الفيديو اللي اجابتك على اقل من مهلك كمل معايا. صفحة 180 بقيت تكملة الديالوج. المحادثة هتقول له yes of course بالطبع. في الستوري هتقول له أول واحدة في الاختياري injured يعني غاضب، ignored يعني غاضب. طيب رقم 2 هتقول له كريم. رقم 1 في الانسر the following question، أول حاجة هتقول له he fixed the pips. رقم 2 because honesty عشان الأمانة. هنا هتقول feed them، قادتهم to think carefully، إن هم يفكروا بحرص و make good decision، وكمان يعملوا قرارات سليمة. هنا بيقول لك اكتب باراجراف عن a bad choice، اختيار سيء you made انت عملته. طبعا ده موجود في نهاية الكتاب يا شباب. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات يا حبايبي. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. مع السلامه.